أنا متجوزة مصري، بناتي مصريات تونسيات، عندي الجنسية المصرية وأنا من تونس. واللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد، وعمري ما أنكرت ده، وعمري ما عمري ما حاولت أتنصل من تونسيتي، بل بالعكس. طيب قبل ما اكلمك عن هند صبري وقبل ما ندخل في الموضوع ونجيب كمان سيرة محمد هنيدي، محتاج انا وانت نتفق اتفاق. هي السينما المصرية اللي عمرها اكتر من 120 سنة جديدة عليها ان يكون فيها نجوم غير مصريين؟ الاجابة اللي انا وانت عارفينها طبعا لا، دي مش حاجة جديدة. ومش هسرح بيك زي بوستات الفيسبوك واقول لك استيفان روستي بقى وانور وجدي ولبلبة وانوشكا ونيلي، لان دول مجرد ليهم اصول اجنبية لكنهم مصريين بحكم انهم اتولدوا وعاشوا في مصر. لكن احنا بنتكلم من ايام ماري منيب، اشهر حما في السينما المصرية. انا رايحه فين؟ اجيب الكساره. كساره؟ هلاقي الكساره دي لوزه واحده اكسريها باسنانك اللي زي اللولي. وعبد السلام النابلسي، اشهر سنيد في السينما. اخر زمن ايه؟ انا اتغدى ترمس ملح. فريد الأطرش وأسمهان وصباح لحد نور وكندا علوش وظافر العابدين وهند صبري. ممكن تحط احنا نقول كبار، انا مش عارفه عندكم اللي هو ايه اسمه كبار؟ كيبرز، مش عارفه اسمه ايه. هو معلوش اسم عندنا يعني. اوكي. وعندك المخرجين بقى اللي في منهم يعتبروا مؤسسين للسينما المصرية زي توبي مزراحي اللي أخرج أفلام خالدة العلي الكسار وليلى مراد، وكان له دور كبير في تأسيس استوديو مصر، ودي قصة ممكن نحكي عنها بعدين. والألماني فيرتس كرامب اللي أخرج فيلم وداد لأم كلثوم، وهو أول فيلم من إنتاج استوديو مصر. ومخرجي المفضل أفضل من صور شوارع القاهرة، مالك ملوك الواقعية والتفاصيل، محمد خان. كل دول وغيرهم كتير فنانين أجانب أفادوا واستفادوا من السينما المصرية، استفادوا بالنجاح والشهرة على أوسع نطاق. أي فنان من دول مهما كانت موهبته فأقصى حاجة بيوصل لها إنه يكون مشهور في بلده، إنما بمجرد دخوله لأقدم صناعة سينما في قارة أفريقيا والمنطقة العربية والجمهور المصري يشاور عليه بس، فبيبقى زي ما بنقول عندنا في مصر كده اتفتحت له طاقة القدر. والنهارده أنا بستلم جايزة عن فيلم من بلدي في بلدي. لكن نفس الفنان اللي استفاد جدا ده احنا لازم نعترف انه كمان افاد الصناعه عندنا. افاد بقى انه كان عنده حته ناقصه السوق او فريده من نوعها زي محمد خان، ساب ارث كبير زي فريد الاطرش واسمهان وصباح، او على اقل تقدير فهو افاد في خلق منافسه كانت سبب تطور مواهب مصريه تانية ما كانتش هتبقى الا لو كان في منافسه، زي ما بيحصل في الكوره بالظبط. اللي متابع فينا كوره عارف ان عصام الحضري مثلا ما كانش هيبقى الا لما مانويل جوزيه جاب له نادر السيد ينافسه. اللي انا عايز اقوله ايه عشان ما تلاقينيش فجاه بتكلم في اهلي وزمالك، اننا نتفق اتفاق ان اي فنان اجنبي من اللي جبنا سيرتهم دلوقتي او غيرهم زي ما استفادوا جدا من شغلهم في مصر هم كمان افادوا، ودي حاجه لا ينكرها الا جاحد او حاقد. وفي نفس الوقت أكن كل الامتنان والحب لمصر، وجزء كبير مني صار مصري غصب عني، عايشة فيها وعايشة بحب ناسها وعايشة. وعمري الصراحة وما كنتش حبقى أنا فين النهاردة لو ما كانوش حبوني من قلبهم. والحقيقه ان لما بسمع او بشوف كلام من نوعيه الممثل الفلاني ما يستاهلش المكانه اللي هو فيها لمجرد انه مش مصري الجنسيه، او انه فلانه او فلان اولى منه، او اي كلام من نوعيه خيرنا لغيرنا، ده ما بيجيش في بالي غير الناس اللي بتتصرف تصرفات شريره تجاه السياح الاجانب، مع فرق التشبيه طبعا. لكن بشوف ان النموذجين عندهم قدر من الجهل، والاتنين بيخربوا. اصل دي صناعه يا باشا زيها زي اي صناعه، وصناعه السينما المصريه ملقبه بهوليوود الشرق، وده معناه انها مغناطيس لكل المواهب من كل الجنسيات العربيه اللي هيشوفوا في بلدك بيئه خصبه للابداع. هنسيب بقى احنا كل ده وهنفضل نشاور على اللي قال انا سوري مش مصري وانا تونسيه مش مصريه؟ اسمح لي يعني، بس مش مطلوب من اي حد منهم انه يتنصل من جنسيته ويعلن ولاءه وانتمائه الكامل لمصر عشان احنا نرضى عنه. دايما وخاصة مع ظهور السوشيال ميديا في أصوات بتعلى ساعات إنه لا أنت مش تبعنا، أو أنت مش من هنا، أو زي ما في أمريكا أصوات عنصرية، زي ما في أوروبا أصوات عنصرية. فهل هنقعد نلتفت لهم؟ موجودين في العالم كله موجودين. طيب خلينا نتكلم كفنيين بقى شويه، بس الاول اعمل لايك للحلقه عشان تدعمني والحلقه توصل للناس اكتر. انا ممكن اتقبل انك ما تحبش هند صبري في المطلق كممثله، في النهايه دي مساله اذواق، ولو ان يعني هيبقى فايتك كتير بس ماشي حقك. ممكن اتقبل كمان انك ما تكونش شايفها ككاركتر مصري، ولو ان هي عملت واحد من احلى الادوار، مش احلى ادوارها لا، احلى الادوار النسائيه عموما. دور يسريه في احلى الاوقات فيلم من قائمه افلامي المفضله، ودور هند صبري فيه لو انت ما عندكش المعلومه انها تونسيه مش هتشك لحظه انها نشأت وترعرعت في حواري مصر. مصر مش ايجيبت ها، والفرق هنا كبير. الست كانت بتتكلم وبتاكل وبتردح بالمصري وبدون اي افتعال ولو للحظه. عايزه ورد يا ابراهيم، عايزه ورد.
ايه ما سمعتش؟ وما تقولش بوكيه الورد ب20 جنيه والنص كيلو كباب احسن منه وانك شايف الكباب رومانسي اكتر من الورد. ولو ما اقنعكش الدور ده فدور صعيديه، ومش اي صعيديه، لا دي صعيديه من الصعيد الجواني وحبيبه منصور الحفني، واللي هتبقى كبيره الجزيره في يوم من الايام بلغتها بقى وانفعالاتها وتلقائيتها برضه هتخليك تتقبلها مصريه بنت مصريين. عمر الطار ما بطل حد بكى، الدم مش هيرجع اللي راحه. انت مصدق الكلام ده ولا هتاخد بطارك عشان لو ما خدتهوش مش هيقولوا عليك راجل؟ طب تاخد الاصعب بقى. حريه هنا، حريه يا عسل. مش هقولك غير ان انا وانت عارفين ان في ممثلات مصريات الجنسيه ابا عن جد وما يعرفوش يعملوا نص قوه الاداء بتاع حواري مصر ده. حيه بتجيب حيه وهتشوف بعدين. كمان ممكن اتقبل فكره انك تكون شايف هند صبري قليله كقدرات تمثيليه، ولو ان برضه هي بالاضافه للادوار اللي فاتت دي عملت افلام فيها اداءات تمثيليه عظيمه زي دورها في الفيل الازرق 2. اوعى تنام يا يحيى، لو غفلت لحظه هتندم عمرك كله. وفيلم اسماء. أني لما أموت مش هموت من المرض بتاعي، أني لما أموت هموت من المرض اللي عندكم انتوا. طب خلينا نقول انها مقنعه ككاركتر مصريه وكمان كقدرات تمثيليه، ونقول انها مش شبه المصريات كشكل، لكن برضو ارجع واقول لك ان مخرج كبير زي شريف عرفة اختارها عشان تمثل معاه دور الملكه حتشبسوت في فيلم الكنز، ده غير مشاركتها في حدث مصري خالص زي نقل المومياوات. ومع ذلك انا ممكن اتقبل اي اختلاف في كل اللي فات ده، لان كل ده مجرد اذواق، مستحيل الكل يتفق او يختلف على شخص واحد او حتى نوع فن واحد. لكن الغير مقبول ابدا اننا نطالب بترحيل مقاطعة واتهام بالخيانة وعدم ولاء وقلة أصل لمجرد إن فنانة تونسية الأصل في مهرجان تونسي على أرض تونس مقدم الحفل بيعرفها بهزار إنها مصرية، وده كان رد فعلها. مش هيعمل لي مشاكل يا اخويا، تونسية ماشي تونسية ومال مش ناقصة أوكي. إيه بقى ناس في مصر تزعل منها، اللي هو إزاي تقول كده؟ كان لازم تقر وتعترف إنها مصرية بنت مصريين. طب يا عم الله يهديك، ما هي فعلا مش مصرية. ولو وبعدين الست ردت بمنتهى اللباقه، اللي هو انت كده هتزعل الناس مني، راعي ان انا بلعب على ارضي وسط جمهوري، مش هينفع. وبعدين احنا بنعمل ايه؟ بنحاسبها على انتمائها ونشلها اللقطه دي في الدرج، وكل مشكله صغيره او كبيره نطلع بنفس الحوار ونقول يلا يا اللي قلت انك مش مصريه ويلا طلبات بالمقاطعه وغيره. ايه يا عم شغل العيال ده؟ ليه الازدواجيه في المعايير؟ ده احنا اتضايقنا ان واحد زي هنيدي اخد الجنسيه السعوديه، اخد الجنسيه بس ولا اتكلم ولا قال حاجه. فحط هنيدي بقى مكان هند صبري في موقف زي ده، وهنيدي يتقال له الفنان السعودي وهو يرد انه لا كده هتعمل لي مشاكل. ابصم لك بالعشره ان ده هيكون رد غير كافي بالنسبه للجمهور المصري، وهيتم اتهام هنيدي او اي ممثل مكانه بالخيانه العظمى للبلد. فليه الازدواجيه في المعايير؟ لو متفق معايا في موضوع الحلقه اعمل لايك عشان تدعمني والفيديو ينتشر اكتر، ولو مختلف اعمل لايك برضو، لان الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. وهستنى رايك في التعليقات عشان نتناقش بعد الحلقه كالعاده، والسبسكرايب عشان تشوف الحلقات الجايه. وربنا يبعت لك ايام حلوه ايا كان مكانك على وجه الارض.